مرحبا، كيفكم؟ اليوم أكلتنا خفيفة نظيفة وبسيطة كتير وكتير طيبة. هي البطاطا بالكزبرة والثوم. ما في حدا ما بيحب البطاطا المقلية، بس أنا اليوم رح أعملها بالفرن ورح تطلع بنفس طعمة البطاطا المقلية وصحية أكتر. عندي كيلو بطاطا بقطعه مكعبات، أو إذا بتحبوا تقطعوه بشكل طولي. وهيك بعد ما خلصت تقطيع البطاطا بدي أضيف معلقة صغيرة ملح ومعلقة صغيرة كزبرة يابسة، وبدي أضيف معلقتين زيت الزيتون. فيكم تستخدموا أي زيت متوفر عندكم، زيت القلي أو زيت الأفوكادو. بخلطهم كتير منيح مع بعض، بدخلهم على الفرن على حرارة 200 لمدة نص ساعة، وإذا عندكم قلاية هوائية فيكم تستخدموها. وهيك بعد ما طلعت البطاطا من الفرن شوفوا كيف مستوية معنا. وهون بمقلاية على نار وسط بدي حط ربع كاسة زيت زيتون ومعلقة كبيرة من الثوم المهروس، وفيكن تضيفوا ثوم أكتر أو تقللوا الثوم، بس ما بنصحكم تقللوا لأنه نكهة الثوم فيها كتير طيبة. بستنى عليهم دقيقتين ليدبل معنا، وبعدها بدي أضيف الكزبرة الخضراء المفرومة. بحركهم شوي مع بعض، وبس شم ريحة الثوم مع الكزبرة رح أضيف ربع معلقة صغيرة ملح. ما كترت ملح لأنه البطاطا فيها ملح، انتوا إذا بتحبوا تضيفوا أكتر ضيفوا. وهلأ بدي أضيف البطاطا، بحركهم شوي مع بعض، بخليها على النار تقريبا مدة 5 دقايق، وبعدها بطفي النار وبتكون أكلتنا صارت جاهزة. وهي شكل البطاطا بعد ما صارت معنا. أكلة سهلة وسريعة وبطريقة صحية وبدون ما نحتاج نقلي. بنصحكم تجربوا هاي الطريقة ورح تحبوها كتير. وصحتين وألف هنا.